الله تعالى وبركاته. بالحقيقة وصلنا سماحة السيد إلى سؤال جوهري ومهم: هل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنيا أم شيعيا؟ هل سيتخذ محمد من الأزهر صومعة له أم يتخذ النجف صومعة له؟ أحسنتم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان شيعيا من حيث أنه والى العترة وأمر بحب العترة، وقال الله سبحانه وتعالى متحدثا عما في نفسه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أريد منكم أجرا على هذا القرآن الذي أتلوه في محضركم، في ساحتكم، في ميادينكم، بل توددوا إلى العترة، أحبوا العترة. وقال صلى الله عليه وآله وهو ذاهب ليلاقي ربه، قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فهو شيعي من هذه الجهة، وهو سني من جهة أنه أمر بالسنة والسنن والتعاليم والحق والصلاة والصيام والذكر والتسبيح والابتهال وذكر الله سبحانه وتعالى. وروى الله سبحانه وتعالى ورتل في كتابه عن طرح هذا النبي العظيم حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة. فهو صلى الله عليه وآله هم شيعي هم سني، لأنه في النتيجة مسلم.